السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل إلكتروني، كما تقدم دروس في كافة مناحي الحياة لكافة الأعمار. أيضا تقدم تنمية مهارات للأطفال بحيث يدخل الطفل إلى العام الدراسي الجديد وقد تحسنت مهاراته وقدرته على الاستيعاب. النهارده معانا درس موجه لست البيت او الموجه لكل الناس اللي عايزه تخس. بيبقى عندهم معضله ازاي يعملوا اكل صحي وفي نفس الوقت طعمه لذيذ، بيبقوا زهقانين من السلطات وبيبقوا زهقانين من المسلوق. النهارده معانا وصفه هايله جدا، معانا بوفتيك دايت. ازاي هنعمل البوفتيك، المقادير وازاي هنعمله ونضمن ازاي ان هو يطلع طعمه كويس وكمان طري. كل الحاجات دي هتشوفوها معانا. في تريكات هتعرفوها خلال الطريقة، وفي تريكة آخر الفيديو مهمة جدا عشان الوصفة تنجح معانا، فمهم جدا حضراتكم تتابعوا معانا لحد آخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي البوفتيك يطلع معانا طري. معانا كيلو من اللحمة الشرايح، ومعانا بيضتين، معانا مقدار من البقسماط. وانا زي ما عودت حضراتكم ان احنا بنفتح كيس نايلون من اكياس اللبن اللي المفروض الاكياس دي ما يخلوش منها اي بيت، وبنحط عليه البقسماط، وده عشان ننظف لضمان نظافه الرخامه بتاعتنا واحنا شغالين، بحيث ان احنا في الاخر هنلم الكيس دهوت وهنرميه ويفضل المكان بتاعنا نظيف، وكمان ما نعملش مواعين. يبقى معانا محتاجين ايه؟ محتاجين قلنا كيلو من اللحم المتقطع شرايح، وبنسأل الجزار انهي قطعة اللي تنفع بفتيك. وكمان معانا بيضتين، معانا بقسماط مطحون، معانا دول صواني معمولة من مادة غير قابلة للصق. ممكن كمان الصاج بتاع الفرن لو جديد ومش مستهلك ينفع معانا، لان هو برضو مش هيلزق. بندهنه بالفرشة بالزيت، بنحط كده حوالي 3-4 معالق زيت، وبندهن الصواني بتاعتنا كويس جدا جدا بالفرشة. ده معانا البقسماط مرة تانية. بعد معانا كيسين، برضو كيسين نايلون انا فاتحاهم وفرداهم على الاخر، وهقول لحضراتكم هنستخدمهم في ايه. دي الخلطة بتاعتنا اللي هنتبل بيها البفتيك بتاعنا. يا جماعة عايزين نعود نفسنا ان الوصفات الدايت اللي هي بتكون الفاتس فيها قليلة او الدهون فيها قليلة، بنحاول ان احنا نعوض نكهة الدهون اللي هي بتدي طعم حلو للاكل، بنعوضها بالبهارات، وبنعوضها سواء كانت بهارات جافة او بهارات ويت، او اللي هي البهارات اللي هي ايه، اللي عبارة اللي هي الرطبة يعني. تمام. طيب بنستخدم ايه في البهارات الجافه والرطبه؟ بنستخدم كبهارات رطبه. بنحط هنا هنا البوله دي فيها ايه؟ فيها مايونيز، مش سوري يا ربي، ما فيهاش مايونيز، فيها عفوا فيها كاتشب، فيها مستردة، فيها كاتشب وفيها مستردة، فيها ملح وفلفل وبهارات لحمة. لو حابين تحطوا قرفة ممكن، لو حابين تحطوا جنزبيل مطحون ممكن، لو حابين تحطوا قرنفل مطحون ممكن، اي تتبيلة حضراتكم تحبوها من البهارات. وطبعا ملح وفلفل، وبنخلط كله مع بعض كويس جدا، علشان احنا هننزل اللحمة في الخلطة دي وهنخلطها كويس قبل ما ندخلها في البيض والبقسماط. طيب هنعمل ايه بقى بالكيسين النايلون اللي انا وريتهم لحضراتكم، اللي انا فاتحاهم خالص؟ انا هحط اللحمه ما بينهم. زي ما حضراتكم شايفين، حاطه انا كيس نايلون تحت على الجرانيتا، وحاطه فوقيها اللحمه، وبعدين مغطيه الاكياس بتاعتي، مغطيه اللحمه بتاعتي بالكيس النايلون التاني المفتوح. ومعايا الاداه دي اللي بتتباع في كل السوبر ماركت عشان ادق اللحمه التخينه. وناخد بالنا ان احنا مش هنحتاج ندق كل شرايح اللحمه الرفيعه اللي سمكها رفيع مش محتاجه تدق، لان هي لو اتدقت هتنشف معايا اثناء السوا، وده احنا مش عايزين النتيجه دي. فاحنا لو في قطعه معانا القطعه دي مش متقطعه رفيع وطينه جدا، هي دي اللي احنا هندقها. بس غير كده القطعه رفيعه اللي متقطعه تقطيع كويس، متقطعه تقطيع بفتيك، مفيش فيها مشكله، مش هندقها يا جماعه. نتجنب ان احنا ندق القطع الرفيعه عشان ما ينشفش معانا البفتيك اثناء السوا. احنا هندق القطع التخينه بس. طبعا بالطريقه دي احنا برضو هنحافظ على نظافه المكان وعلى نظافه هدومنا، ان مع الدق يعني المكان حوالينا ما يبصي، ويفضل المكان نظيف. وفي الاخر برضو هنرمي الاكياس
البوتاجاز بتاعتنا، هنترك المكان نظيف ما فيهوش اي مشكله. لان انا اعرف ناس كتير بتبقى نفسها تطبخ الطبخه، ولكن لان هي الطبخه هتبهدل الدنيا وهتكون وهيكون المطبخ بعديها مش نظيف وهتتعب في تنظيف المكان، فممكن تعرض خالص ان هي تعمل الوصفه. لا، احنا بنقدم لحضرتك الوصفه، وكمان بنقدم ازاي ان احنا نعملها ويفضل مكان المطبخ بتاعنا نظيف ومرتب ومفيهوش اي مشكله. ده منظر اللحمه بعد ما اتدقت زي ما حضراتكم شايفين معانا. لو كبرت قطعه، طبعا قطعه اللحمه بعد ما بتدق حجمها بيزيد، فاحنا ممكن نقطعها او نقصها بالمقص عشان تكون قطع ايه، يعني قطع حجمها معقول. بعد كده بنحتاج ايه يا جماعه؟ بنحتاج بجيب انا اللي دقيت اللحمه كلها معايا وحطيتها في البوله اللي كان فيها التتبيله اللي احنا قلنا عليها، اللي هي كانت ايه، اللي ما شافش الوصفه من اولها، اللي هي كانت عباره عن مستردة وكاتشب وملح وفلفل وبهارات لحمه. ممكن نحط جنزبيل، ممكن نحط قرفه، ممكن نحط قرنفل مطحون، ممكن نحط حبهان، اي نكهه احنا بنحبها من البهارات، وبنقلبها كويس جدا مع اللحمه. طبعا لو حد عنده وقت ان هو يسيبها شويه في التتبيله هيكون احسن. طبعا كل ما اللحمه قاعده كل ما هي هتشرب من التتبيله والانسجه بتاعتها هتبقى اطرى. لو ما عندناش وقت ما فيش مشكله، هنبتدي على طول في تطبيق الوصفه. بعد كده هنحتاج البيض والبقسماط. في يا جماعه انا عارفه ان الصح، او ان عشان البانيه او عشان البفتيك يطلع معانا بشكل احسن، ان احنا نستخدم قبل البيض والبقسماط بنستخدم دقيق، ولكن احنا هنا الهدف مننا من الوصفه ان احنا نخفف السعرات اللي داخله لجسمنا. فالدقيق طبعا ما فيش شك ان هو نشويات، فاحنا لغينا خطوه الدقيق وهنستخدم البيض والبقسماط على طول، وهتطلع برده معانا الوصفه كويسه. لو حد حابب يستخدم الدقيق برضو هتطلع معاه الوصفه كويسه، بس يستخدم طبقه خفيفه من الدقيق برضو عشان احنا عايزين نحافظ على الوصفه بتاعتنا ايه، دايت. طبعا استخدام الدقيق برضو بيخلي طبقه البانيه تورق عن اللحمه او قطعه اللحمه بتاعتي. فبرضو لو حد حابب يستخدم الدقيق يستخدمه، بس يستخدمه كطبقه خفيفه على اللحمه. يبقى هيحط اللحمه الاول في الدقيق وبعدين هينزلها في البيض وبعدين البقسماط. يبقى الترتيب كده زي ما قلنا، اللي هنحط اللحمه في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط. هنشوف احنا عملنا هنا ايه. انا هفترض ان انا عملت اللحمه في الدقيق، لو حضراتكم حابين تعملوها كده، لو مش حابين هتنزلوها على طول في البيض زي ما انا عملت، ومن البيض هننزلها على البقسماط. وبرضو نحاول ان احنا ما نعملش طبقه عاليه من البقسماط عشان برضو نحافظ على الكالوريز بتاعتنا ما تعلاش معانا في الوصفه. بعد كده دي قطعه اللحمه بتاعتي بعد ما انا حطيتها في البيض والبقسماط، وحطيتها في الصينيه بتاعتي المدهونه باربع معالق من الزيت، مدهونه بالفرشه كويس جدا هي والجوانب بتاعه الصينيه علشان البفتيك بتاعي ما يلزقش. طيب دلوقتي ده منظر اللحمه بتاعتي بعد ما انا تبلها. طبعا هي اخدت صينيتين، ده منظر الصينيه الاولى منها. في بقى بعض التريكات والملاحظات اللي ان شاء الله بيها تطلع الوصفه لذيذه. طبعا في ناس هتتساءل ليه اللحمه هنا لونها مختلفين، لان انا كان عندي نوعين من البقسماط، فخلص النوع الاول والنوع التاني كان لونه مختلف عن النوع الاول، عشان كده اللحمه الوانها مختلفه، فمحدش يعني يتخض ليه اللحمه لونها مختلف. طيب ايه بقى الخطوات ان احنا نتبعها عشان يطلع معايا البفتيك سواه مظبوط؟ اول حاجه يا جماعه البفتيك بيدخل على فرن سخن. يعني انا قبل ما اشتغل في الوصفه اكون مسخنه الفرن بتاعي كويس جدا جدا، دي ملاحظه مهمه جدا، لان انا لو دخلت البفتيك على فرن بارد اللي هيحصل ان اللحمه هتنزل ميه، والطبقه اللي انا عاملاها دي هتفك من على اللحمه وهتبوظ تماما الوصفه. فمهم جدا عشان الوصفه دي تنجح تدخل الصينيه بتاعتي على فرن سخن متسخن كويس جدا، درجه حرارته عاليه جدا. تمام كده. طيب هندخل الصاج بتاعنا في الفرن على الرف التحتاني. اول مجرد ما اللحمه هتبتدي على طول هتبتدي معانا تدخل على طول في السوا، وده اللي احنا عاوزينه علشان احنا عايزين اللحمه بتاعتنا تحتفظ بالميه اللي جواها وبالتالي تبقى طريه معانا. هتبتدي ان هي تدخل في السوا. ازاي نعرف بقى ان هي سطحها استوى؟ احنا مش عايزين نيجي جنب القطع اللحمه خالص اثناء السوا علشان الطبقه اللي احنا بتاعت البانيه بتاعتنا ما تفكش. طب هنعرف منين ان هي استوت؟ هنعرف ان هي هنلاقي اطراف اللحمه، اولا هنلاقي اللحمه كشت،
او مش هتاخد على فكره 10، لو الصينيه بتاعتي رفيعه زي الصاج دهوت مش هتاخد معايا من تحت 10 لربع ساعه، مش هتاخد اكتر من كده. وطبعا الفتره دي هتزيد لو كانت الصينيه بتاعت حضراتكم تقيله او يعني سميكه، فهتاخد ممكن من ربع لتلت ساعه، لكن هي بتستوي معايا من تحت من حوالي من 10 دقائق لربع ساعه لما بتدخل على فرن سخن زي ما احنا قلنا. طيب بنعرف ازاي ان هي استوت؟ احنا مش عايزين نقلب زي القطع ولا نيجي جنبها خالص عشان يعني الخلطه بتاعتنا ما تفكش. هنعرف ازاي؟ هنعرف من خلال ان اول حاجه اللحمه هتكش، تاني حاجه اطراف اللحمه هترتفع، هتبتدي ان هي ترتفع كده ارتفاع خفيف جدا عن الصاج، هترتفع كده ايه ملي 2 ملي عن الصاج. كده نعرف ان اللحمه بتاعتي استوت خلاص من تحت. كده نعرف ان اللحمه بتاعتنا استوت من تحت لما الاقي اطراف اللحمه بتاعت كل قطعه ارتفعت كده عن الصاج حاجه بسيطه خالص ملي 2 ملي وثابت الصاج. كده نعرف ان هي خلاص كده دخلت في السوا، وكمان هنلاقي ان اللحمه كشت. هنبتدي ان احنا هنولع الشوايه وهنرفع الصينيه بتاعتنا على الشوايه، يعني تبقى تحت الشوايه قريبه من النار اللي فوق في الفرن لمدة حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق. ونراعي إن لو النار عندنا مش متوزعة كويس في الشواية إن إحنا نلف الصاج بتاعنا أو الصينية بتاعتنا أثناء السوا، علشان نضمن إن كل سطح البفتيك من فوق استوى كله واستوت كل قطع اللحمة مع بعضها ما اختلفتش على حسب درجة حرارة الفرن اللي بتوزعها نار الشواية. طيب أنا كده خلاص أكملت عملية السوا. ايه بقى الملاحظه التانية في ايه التريكات التانية اللي انا اعملها علشان يطلع طعم البفتيك لذيذ؟ في كمان تريكتين هقولها لحضراتكم. اول تريك ان احنا اول ما البفتيك اول ما الصينيه بتاعتنا تطلع من الفرن وهي سخنه جدا، يا جماعه نجيب عارفين الرشاش، اي اللي هو الرشاش الزجاج ده، العبوات اللي هي بتبقى بترش يعني نحط كده نجيب رشاش للميه، بس نحط فيه ميه طبعا. يعني احنا هنجيب علبه رشاش ونحط فيه ميه، طبعا نكون منظفينها كويس جدا. لو هي بتاعت اي حاجه غير الميه يبقى او نشتري الاول، يبقى احنا ما فيش بيت بيخلو من رشاشه العلبه بتاعت الرشاش دي. نجيبها ونغسلها كويس جدا ونحط فيها ميه، واول ما يطلع الصينيه من الفرن نرش ميه على قطع البفتيك وهي لسه طالعه من الفرن وهي سخنه، نرش ميه كويس وهنلاقي الميه دي مش هيبقى ليها اي اثر، هتمتصها اللحمه. طب ايه الغرض من الوصفه دي؟ اولا اطمنوا ان من الطريقه دي، اول حاجه اطمنوا ان الميه دي مش هيكون لها اي اثر اثناء الاكل، وكمان مش هتاثر على الطعم. طب ايه وظيفتها؟ وظيفتها يا جماعه ان طبعا ما فيش شك ان احنا مش مستخدمين تقريبا اي دهون، مستخدمين دهون بسيطه جدا، فبالتالي احنا علشان نعوض الرطوبه اللي بتوفرها الدهون اثناء عمليه القلي، فاحنا بنعمل عمليه رش الميه دي علشان تديني الاحساس بالرطوبه اللي بيديهولي الزيت لو انا قليت البفتيك في الزيت. فهي الميه دي احنا هنستخدمها كماده بديله عن قلي البفتيك في الزيت، وطبعا الميه ما فيهاش اي كالوريز. فبالتالي احنا يبقى احنا كده عملنا زي خدعه احنا خدعنا بيها جسمنا ان هو اخد في الاخر الطعم الطري واللذيذ للبفتيك ولكن بدون سعرات. دي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه ان احنا لازم يا جماعه، والطريقه الثانيه المهمه جدا، ان احنا لازم نسيب قطع البفتيك ترتاح معانا في الصاج بتاعنا لمده 5 دقائق، ما نجيش جنبها تماما. ودي خطوه مهمه جدا لاي لحوم احنا بنسويها لان اللحمه اثناء السوى الميه اللي فيها او الموتشر اللي فيها الرطوبه اللي فيها بتتجمع في وسط قطعه اللحمه، وبالتالي لو انا سرعت وغرفتها على طول وابتديت ان انا اكل كده انا بوظت طعم اللحم بتاعي، لان هي بتبقى محتاجه ترتاح حوالي 5 دقائق. لو كانت اللحمه معايا رفيعه بتحتاج قطع اللحمه ان ترتاح 5 دقائق علشان يحصل فيها اعاده توزيع للميه اللي لسه موجوده في قطعه اللحمه، ان هي تنتشر في كل قطعه اللحمه بدل ما هي بتكون في نص اللحمه بس اثناء عمليه السوى. فاحنا لازم نسيب اللحمه بتاعتنا ترتاح في الصينيه لمده 5 دقائق، دي علشان منها علشان تستعيد الرطوبه بتاعتها من ناحيه، ومنها علشان لو انا غرفت على طول قطع اللحمه احتماليه ان انا الخلطه البانيه اللي على البفتيك ان احتماليه ان هي تفك هتبقى احتماليه كبيره جدا، وكده انا ابقى بوظت الوصفه بتاعتي. فلازم اسيبها ترتاح 5 دقائق وابتدي ان انا اشيلها بالراحه جدا من الصينيه بتاعتي واغرفها في الطبق. وده منظرها النهائي زي ما حضراتكم شايفين، منظرها اكنه بفتيك قليينه بالظبط في الزيت، ولكن شتان طبعا ان احنا مفيش خالص السعرات العاليه جدا اللي بتبقى موجوده في البفتيك نتيجه القلي، وطعمها لذيذ. ممكن تتقدم مع سلطه،
ممكن تتقدم مع المايونيز الدايت اللي قدمناه قبل كده. تابعوا معانا المزيد والمزيد من الوصفات اللي بنقدمها على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. حابة أشكر كل حد من المشاهدين بيشوف حلقتنا. حابة أشكر كل حد بيعمل لنا لايك على الوصفة لما بيحس إن هو استفاد وأضافت له الوصفة أو الدرس أضاف له معلومة جديدة. حابة أشكر كل الناس اللي بتسيب لنا كومنتس بتسأل فيها عن أسئلة أو بتشكرنا على الأداء بتاع القناة. وحابة أشكر كل حد داس على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب عشان يتابع الجديد ويطلع على كل القديم. بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم، واستنونا في مزيد ومزيد من الوصفات وتنمية المهارات، وأيضا تنمية مكتبة الإلكترونية للمرحلة الابتدائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.